السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ راكم غاية لاباس؟ الحمد لله يا ربي. ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو تاعي يلقاكم كيما العاده بخير وعلى خير، وقت ما يدخل عليكم ان شاء الله يكون العائله تكون بخير وانتم تاني تكونوا بخير. المهم قبل لا نبدو الفيديو تاعنا ولا الروتين تاعنا نصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتاني انا رحب بكل وحده ولا كل واحد دخل القناه تاعي في هذه اللحظه ولا في هذا الوقت، نشكره بالبزاف. وتاني نرحب بكاع المشتركات القدم تاعي الاوفياء، ونقول لهم مرحبا بكم، ونرحب بالمشتركات الجدد اللي انضموا للقناه ونقول لهم تاني مرحبا بكم. كيما راكم تشوفوا بدينا بسم الله على بركه الله في الروتين تاعنا بهذه الهديه اللي جاتني من عند ام ريتاج واريج، سعيديه من سعيده، ربي يحفظها وربي يعمرها دار ان شاء الله يا ربي. رسلت لي هذا الحق هذه كل عام المناسبة وترسل هذا الحق لولدي الصغير. ان شاء الله ان شاء الله في ميزان حسناتها، ونشكرها بالبزاف، وبصراحة فرحتني بالبزاف. وتاني هذا الهدية تاني اللي فرحتني بالبزاف، هذا ما زمزم تاع العمرة، جاني من عند واحد المشتركة وفية، وتاني تاني من ولاية سكيكدا، تاني نبغيها، تاني جارتي. في الحق راهم مجاوريني هادو من كل منطقة، من كل الولايات الجزائر. ربي يحفظهم وربي يعطيهم ما يتمنوا ولا يجعل في ميزان حسناتهم، ونشكرهم بالبزاف. نروحوا للوصفة تاعنا تاع نهار اليوم اللي هي الشرشم. هذا الشرشم نديروه في هذه المناسبة تاع يناير. ان شاء الله يا ربي يدخل عليكم بالصحة والخير، وغير باش نفرحوا حنايا ويفرحوا تاني الصغار، رانا نديروا لهم هذه المناسبة تاع يناير. نشروا لهم هذا المخلط ولا التراس تاني بمعنى ليلة 12 ولا ليلة 13 تراز معناتها لو 13. المهم نروحوا للوصفه تاعنا تاع الشرشم. راكم تشوفوني باللي نفخته في هاد الايامات، وريت لكم الطريقه تاع باش نفخوه باش ينفخ لنا بالخف، وباش تاني يطيب لنا بالخف. كيما دروك صايره منتفخ، كي سيته كيما هكا صوت الحبه ديجا راهي طريه. هنايا ما درتش كاع هذيك الكميه اللي نفختها، قسمتها على زوج خطرات، قلحتها من هذاك الماء تاعها اللي كان منتفخ فيه، ودرته في كيكوطه اخرى ولا في طاجين اخر باش طيبوا فيه نص هذا الشرشم. الشرشم يكون فيه الفول ويكون فيه الحمص. كيما عند اخواتنا الامازيغ عندهم الشرشم 7 ايسوفير، فيه كاع البقوليات تاع العام تاع معناتها تاع الموسم، يجبدوا فيه هذه المناسبه ويطيبوه. فيه الفول، فيه اللوبيا هذيك الصغيره، فيه الذره، فيه العدس، فيه البوكاسي، فيه الحمص، فيه تاني الشرشم هذا اللي هو القمح. معناتها السبعه تاع البقوليات اللي هما 7 ايسوفير. نطيبوهم غير في الماء والملح تاني بهذه الطريقه، نديروهم في الكيكوطه. ليسونسيال هنا كي نبغوا نطيبوهم ما نديروش في الماء بارد عليهم، نديروا الماء حامي يكون يغلي باش يطيب لكم بالخف. هنايا كي يبدا يغلي لكم تغلي لكم الكيكوطه تاعكم، كي تبدا دير هذيك الرغوه اللي من الفوق راكم تشوفوا فيها هذيك البيضه، هذه معناتها الغازات تاع الفول وتاع الحمص وتاع القمح وكاع. ولا كنتو دايرين تاني بقوليات اخرين تعرفوا باللي تاني فيها تاني غازات اخرى. نقلعوا هذيك الرغوه قبل ما نبلعوا الكيكوطه تاعنا. راكم عارفين هنايا دروك نديروا هاد البقوليات ونزيدوا الماء ويبقى يطلق فيه هذوك الغازات، ونبلعوا الكيكوطه لا قدر الله تصرى كارثه، وبعيد شر عليكم وما نبغيش عليكم. المهم كاين المبتدئات اللي ما تعرفش تطيب القمح، راني نقول لها وننصحوا بعضياتنا بهذه الطريقه حتى من نقلعوا هذوك الغازات كاع من فوق هذه الرغوه، عاده باش نبدو نبلعوا الكيكوطه ونخلوه يطيب على خاطره. المهم المده تاع الطياب تشد لكم لاخاطش القمح شويه يجي عاصي. وتاني راكم عارفين البقوليات كاينه اللي تكون قاصحه. المهم هنايا حتى من يطيب لكم القمح تاعكم هو والبقوليات الاخرى، عاده نص طياب عاد باش نزيدو نديرو الملح ما نديروش في البدوه. كاين اللي يديره هنايا بالطوماطيس الحمراء اللي هو الطوماطيس كونسونطري، وكاين اللي يديره يدير فيه الزيت ويدير فيه الدجاج وكاع. حنا ما نديروش بهذه الطريقه، ديناها من عند العاده من عند الجدود بهذه الطريقه. المهم بعد ما يطيب لكم ويكون واجد تحطوه في صحن التقديم بهذه الطريقه، تعرفوا باللي تاني راه طايب وراه واجد، تمسوا تشوفوا الحبه طايبه ولا هنا معناتها راه واجد. ما تصفوش من الماء تاعه، خدلوه به بالمرقه تاعه. كاين اللي ياكله هكا بالمرقه يجي شباب تاني بنين، وما تملحوش تاني بزاف، وديروا معاه تاني الكمون، كاين اللي بغيه بالكمون. المهم هنايا المرقه لو كان يبرد لكم تخلوه في مرقه تاعهم باش تحموه، تعاودوا تحموه.
ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوا الطريقه تاع التحضير، وان شاء الله كل عام وانتم بخير. المهم حنايا نديروا هاد العاده غير باش نحفزوا الصغار والبزوز وما يشوفوش الصوالح الغير. راهم يعرفوا البزوز تاعنا تاع هاد الجيل تاعنا، راهم يعرفوا في الكوليج بلي كاينين الناير، وهاد المكسرات حنا رانا ناكلوهم كاع العام، غير من يجي هاد الموسم نبغوا نديروا لهم حقهم كيما من يديروا البزوز الاخرين، خاطش كي يخرجوا راهم يعرفوا يسقسوا بعضياتهم. ما يبقاش ولادنا غير يشوفوا بعينيهم ولا يقول لك كيفاش هما يديروا يا الناير وحنا ما نديروش، هما عندهم هذوك الصوالح وحنا ما تشروناش. المهم اللي في ده كل يوم عيده، ونروحوا ونولوا ونقولوا الحمد لله على نعمة الإسلام. المهم الطبق تاعنا راه واجد، ها ولا راه بصحتكم، راهي شهي وحامي وبنين، وسورتو في هذه الأيام اللي راهي فيها البرد. والمهم تاني ننصحكم تاني واحد ما ياكلش وحده، راكي طيبتي هذا الشرشم ودرتي بالزيادة، قسمي على حباباتك ولا على جاراتك باش تكتر البركة ويكتر الخير ويجي العام وفير، وإن شاء الله يعمرها دار. ونقول لكم بصحتكم وبصحتكم وسلام. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته